أنا ناهد، امرأة في 55 من عمري، أحدثكم اليوم وقلبي أثقل من أن يوصفه أي كلام. قصتي بدأت في بيت والدي، حيث كنا نعيش في غرفة صغيرة تحت الدرج. لم نكن فقراء فقط، كنا نرى الفقر بعيوننا كل صباح وكل مساء. والدي كان رجلاً قاسياً، نادراً ما ترتسم البسمة على وجهه. وكانت أمي، تلك المرأة الصابرة، تتحمل نيوب حياته بكل هدوء من أجلنا. في 10 من عمري، انتقل الجيران الذين يشاركوننا المنزل، فاستأجر أبي الغرفة الفارغة لنا نحن البنات. شعرت بسعادة غامرة لأنني أصبحت أملك ركناً خاصاً بي، رغم أن السعادة في بيتنا كانت دائماً منقوصة كالشمس المحجوبة بالغيوم. كان أبي يعامل أمي بجفاء، وكأنها عبء على حياته. كنا نلاحظ نظراته الحادة وكلماته الجارحة، لكن أمي كانت دائماً تردد: الحمد لله، المهم إنكم بخير. كبرت وأنا أرى أمي تذوب في خدمة والدي، تخدمه كخادمة لا كزوجة. كنت أسأل نفسي في صمت: هل كل الرجال هكذا؟ هل الزواج يعني أن تتحول المرأة إلى ظل لا صوت له، إلى مجرد أداة في المنزل؟ لم أكن أعلم أن القدر يعدني لتجربة مشابهة، بل وأقسى مما تخيلت. عندما بلغت 18، جاءنا أقارب من الصعيد في زيارة مفاجئة. عاد والدي من عمله باكراً لأول مرة منذ سنوات، وهرعت أمي لتجهيز الطعام. كنت أساعدها في المطبخ، لا أدري أن هذا اليوم سيكون نهاية طفولتي المتأخرة. بعد انصراف الضيوف، اقتربت مني أمي وقالت: ناهد، ابن عمك شافك وعايز يتقدم لك. شعرت بصدمة، فلم أره حتى في الزيارة. لكن أبي كان قد قرر مسبقاً. اعترض أخي الأكبر بشدة، قال إني صغيرة وما زلت بحاجة للتعلم. لكنني وقفت ضد أخي، دافعت عن قرار أبي بكل سذاجة. أبويا ما بيطلبش حاجة إلا وفيها مصلحتي. كم كنت غبية! كنت أظن أن موافقة والدي على زواجي تعني أنه يحبني. لم أكن أعرف أنني كنت مجرد صفقة تبرم بين رجلين. أخي سكت، وأنا سكت، وسكت معنا الصوت الوحيد الذي كان ينبغي أن يصرخ، صوت داخلي كان يحاول تحذيري. هل كانت هذه بداية النهاية، أم أن النهاية كتبت قبل أن أبدأ؟ هل تعتقدون أن الفتاة التي تزوج دون رضاها يمكن أن تجد سعادتها يوماً؟ شاركوني رأيكم، لأن القادم كان أكثر قسوة مما تتخيلون. بعد شهرين فقط من الخطبة، وجدت نفسي في سيارة تقلني إلى الصعيد. لا زفاف، لا فرح، لا فستان أبيض. كنت أرتدي ملابس عادية وأسافر مع رجل لا أعرف عنه شيئاً، وكأنني حقيبة تنقل من مكان إلى آخر. زوجي كان رجلاً هادئاً، لكن هدوءه لم يكن نابعاً من رزانة، بل من برود وجفاف القلب. دخلت بيت أهله، فإذا بي في منزل كبير يضم أخاه وزوجته. منذ اليوم الأول شعرت بأن الجميع يلقون على كاهلي مسؤوليات لا تنتهي. كنت الأصغر سناً، لكنني الوحيدة المكلفة بخدمة الجميع. أطهو، أنظف، أخدم حماتي وحماي، بينما زوجة أخيه تعيش حياة خفيفة الظل، تضحك مع زوجها وتمازحه. كانا ثنائياً متحاباً، وأنا كنت وحدي في عالم بارد. زوجي كان صامتاً في النهار وأكثر برودة في الليل. كان أنانياً لا يشعر بوجود أحد غير نفسه. لم يقل لي كلمة حب واحدة. لم ينظر إلي بإعجاب. لم يسأل عن مشاعري يوماً. كنت أتساءل في عمق قلبي: هل أنا زوجته حقاً، أم مجرد أداة لتخفيف أعباء المنزل؟ كنت أبكي في الليل بصمت، أخشى أن يظهر ضعفي أمامهم. أخو زوجي الوحيد كان الرجل الوحيد الذي عاملني بلطف. كان طيباً، يلقي التحية بحرارة، يسأل عن حالي، يلطف الجو. تمنيت لو كان هو نصيبي، لكنها كانت أمنية طفلة خائفة، وأمنيات الخائفين لا تتحقق، تبقى حبيسة الصدور. مرت السنوات وأنا على هذه الحال. أنجبت طفلاً تلو الآخر، 3 أبناء صاروا نور عيني. وجودهم أنساني قليلاً، لكنه ربطني أكثر بهذا الزواج الجاف. كنت أقول لنفسي: هذا قدرك، اصبري كما صبرت أمي. كلما حاولت التفكير في الخروج، تذكرت وصية أمي: استحملي، البيت بيتك وهذا نصيبك. لكن هناك حداً لكل شيء. في داخلي كانت الأنثى المقهورة تنادي الأنثى التي لم تفرح، لم تحب، لم تعش. وكلما زاد الألم، زادت قوة ذلك الصوت الداخلي الذي يهمس: أنت تستحقين حياة أفضل. هل تعتقدون أن الصبر على الظلم فضيلة أم جريمة في حق النفس؟ انتظروا الجزء التالي لأخبركم كيف قررت أن أقول لا لأول مرة في حياتي. جاء اليوم الذي قررت فيه أن أقول لا. وقفت أمام زوجي وطلبت الطلاق. سخر مني وقال إن مستقبلي سيكون أسوأ، لكنني مشيت. تركت كل شيء ورائي: الأولاد، البيت، الأمان المزيف. قلت له: أنا مش عايزة حاجة، بس عايزة أعيش.
لم أكن أعلم أن الطريق إلى الحرية سيكون أكثر وعورة مما تخيلت. العودة إلى بيت الأهل لم تكن عودة إلى دفء الحضن، بل إلى نار اللوم. أبي كان غاضباً، أمي كانت تبكي وتقول: جبت العار علينا. فقط أخي وقف في صفي لأول مرة في حياتي. شعرت أنه يدرك أخيراً أن دوره كأخ أكبر ليس السيطرة، بل الحماية. سافر إلى الصعيد، تفاوض مع زوجي السابق وأنهى كل الإجراءات. عدت إلى بيت أهلي، لكن البيت لم يعد بيتي. والدي تزوج من امرأة أخرى، وغرفتي التي تركتها أصبحت لزوجة أخي. عدت لأعيش مع أخي وزوجته في غرفة واحدة. كنت أستيقظ باكراً وأنام متأخرة. أحاول ألا أكون عبئاً، لكن زوجة أخي كانت تنظر إلي كغريبة، تلمح بالكلمات وتشير بالأصابع. مطلقة وعايشة في بيت أخت زوجها. كان هذا ثقلاً أتحمله، لكن جرح الأولاد كان أشد. كنت أنام على دموعي، أتخيل وجوههم، أسأل نفسي: هل نسوني؟ هل قال أبوهم عني شيئاً سيئاً؟ كنت أشتاق لرائحتهم، لضحكاتهم. أصغرهم كان عمره 1.5 سنة فقط. كم تمنيت لو كنت احتضنته أكثر. الوحدة كانت تأكلني، حتى تعرفت على كريم جارنا القديم. قال إنه كان يحبني من أيام الطفولة. صدقته وأحببت كلماته أكثر مما أحببته هو. تزوجنا مسرعة، كمن يغرق فيتمسك بقشة. لكن القشة كانت في الحقيقة سكيناً. بعد 2 سنين فقط من الزواج مات كريم في حادث أليم. عدت إلى الصفر مرة أخرى، إلى نقطة البداية. أرملة بلا عائل، بلا سند. أعود لأعيش في غرفة مع أخي وزوجته التي تكرهني. الحياة ضربتني مرتين. المرة الأولى طلقتني، والثانية ترملتني. كنت لا أزال في 27 من عمري، لكن قلبي كان أكبر من سني بعقود. هل كان أمامي خيار آخر؟ أم أن القدر كان قد رسم لي طريقاً من الألم دون مفر؟ انتظروا الجزء القادم لتعرفوا من هو الرجل الذي سيدخل حياتي ليغيرها للأبد. قالت لي جارتي: عريس مناسب، بس عيب واحد، متجوز وعنده أولاد. وأنا أسمعها بصمت. لم أعد أملك رفاهية الاختيار. كان يكبرني ب20 عاماً، رجلاً طاعناً في السن، صحته متعبة، طباعه صعبة. تزوجت سمير بسرعة دون تفكير. قلت لنفسي: أنا كنت متجوزة قبل كده، مش مشكلة. الخلافات كانت يومية. كان صارماً يريدني على صورته. والأصعب من ذلك، كان يعاني من مشاكل صحية أثرت على حياتنا الزوجية. كنت أتحمل كما تحملت من قبله. أقول لنفسي هذه المرة ستكون مختلفة. لكن نظرات ابنه الشاب في 20 كانت تقشعر لها الأبدان. كان يراقبني بطريقة مريبة. كنت أتجنب الجلوس معه، أتجنب الحديث معه. كنت أقول لنفسي: يمكن أنا اللي فهمت غلط. عشت في هذا الزواج سنوات، أحاول أن أرضي زوجي وأتحمل تصرفات أولاده، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه الرحيل. لكن القدر كان له رأي آخر. كنت حاملاً بابنتي مريم، تمسكت بها ورحلت من أجله. وبعد ولادتها مات سمير. الغريب أن موته لم يحزني. شعرت بشيء يشبه الخلاص، لكنني كنت أماً لبنت صغيرة و3 أولاد بعيدين عني. وقفت على قدمي وقررت أن أعمل، أن استقل بنفسي. كانت مريم تعطيني قوة لم أشعر بها من قبل. كانت أميرتي الصغيرة. اشتريت لها أجمل الملابس، حققت كل ما تتمناه. كنت أراها تكبر وأشعر أنني أعيش طفولتي من خلالها. كبرت مريم وصارت مراهقة جميلة مهذبة ذكية. كنا نخرج معا ويظن الناس أنها أختي الصغرى. كنت أفرح بهذه الكلمات. كانت تنسيني عمري وتجعلني أشعر بالشباب. كانت تقول لي: أنت أختي مش أمي. وكانت هذه الكلمات بلسما لجرح طويل، لكن في الخفاء كنت أحلم بحياة أخرى، حياة فيها رجل يحبني ويعوضني سنين الحرمان. كنت أحلم بالمال والأمان بمستوى اجتماعي أفضل، ولهذا الحلم ثمناً باهظاً لم أكن أعرفه بعد. هل تعتقدون أن الأحلام الكبيرة تستحق المخاطرة بكل شيء؟ انتظروا الجزء التالي لتعرفوا كيف تحول حلمي إلى كابوس لا يغتفر. كانت مريم في 16 عندما دخل رجل الأعمال الثري حياتنا. ظننته الحلم، لكنه كان الكابوس. اسمه عادل، رجل أنيق ثري يتحدث بثقة. التقيت به في حفلة عيد ميلاد إحدى صديقات مريم. نظر إلي نظرة لم أشعر بها منذ سنوات، نظرة إعجاب حقيقية. قال إنه معجب بي ويريد الزواج مني. طار قلبي فرحاً. لم أسأل عن عمره أو حياته أو ماضيه. كل ما شغلني أنني أخيراً سأعيش. تجاهلت كل العلامات التحذيرية. تجاهلت أنه يقترب مني بطريقة غريبة. تجاهلت أسئلته الفضولية عن مريم. كل ما رأيته هو الفلل والسيارات والحسابات البنكية. كنت أحلم أن أزوج مريم شاباً من مستوانا الجديد، أن أعيش بقية عمري في رغد.
بعد الزواج بأسابيع بدأ القناع يسقط. كانت هناك نساء كثيرات في حياته، لم يعد يخبئ خياناته بل كان يتباهى بها. عندما كنت أعاتبه كان يرد ببرود: اسكتي وعيشي، أنا بصرف عليك وعلى بنتك، إيه اللي ناقصك؟ نظراته لمريم كانت تزداد غرابة. كنت أراها لكنني اخترت ألا أراها. كنت خائفة من فقدان هذا الحلم الزائف. جاءت اللحظة التي فتحت فيها مريم قلبها لي. قالت إنه يتحرش بها ويغازلها بطريقة غير لائقة. ماذا فعلت؟ للأسف لم أصدقها. زعقت فيها واتهمتها بفهم الأمور غلط. وصل بي العمى إلى أن قبلت شرب مشروب غامض قدمه لي عادل في إحدى الليالي. استيقظت في الصباح لأجد نفسي ومريم على سرير واحد. كنت عارية وكانت هي كذلك، وكان عادل بجانبنا يبتسم. أدركت ما حدث. صرخت، لكن بدلاً من الهرب أو قتله استمعت إلى صوته الشيطاني يعرض علي المزيد من المال. وافقت، نعم وافقت. أقنعت نفسي أن هذا لمصلحة مريم، أن المال سيعوضها. أقنعتها هي أيضاً بعد صراع طويل. أصبحنا أسيرتين في قصر من ذهب، نبيع كرامتنا كل يوم بضعف وخزي وندم. مر عام كامل وأنا ومريم في هذا الجحيم، حتى بدأ جسد مريم ينهار. قال الطبيب: مصابة بمرض خطير جدا يا مدام، يمكن ترحل في أي وقت. نظرت إلى مريم فإذا هي هزيلة شاحبة، عيناها غائرتان. هذه ليست ابنتي، هذه ليست الأميرة الصغيرة التي ربيتها. أنا من قتلتها بيدي. هل يمكن أن تغفر الأم لنفسها بعد أن تخون أمانة ابنتها؟ انتظروا الجزء الأخير لتعرفوا كيف واجهت مريم أمها في لحظة الحقيقة. في الليالي التي سبقت رحيلها كانت مريم تمسك بيدي وتهمس: مش زعلانة إني هموت يا ماما، أنا زعلانة إني سكتت عشان خاطرك. كانت تقول: عملت كده عشان أحقق لك حلمك، بس الحلم ده كان كابوس. سامحتني مريم؟ لا أدري. كانت تنظر إلي بحب، لكن عيونها كانت تقول شيئاً آخر. كانت تقول: كنت أمي وكان المفروض تحميني. في يوم الرحيل كنت أجلس بجانب سريرها في المستشفى. كانت تضع السماعات وتستمع لأغنية كنا نغنيها معا عندما كانت طفلة. أخذت نفساً عميقاً، فتحت عينيها وقالت بصوت خافت: بحبك يا ماما، بس كنت أتمنى تكوني أجرؤ من كده. كانت تلك آخر كلماتها. دفنت مريم وظننت أنني سأدفن ذنبي معها، لكن الذنب لا يدفن. هو كائن حي يكبر كل يوم وينهش الروح. الآن عمري 55 عاماً. جلست عامين لا أفعل شيئاً سوى البكاء والصلاة. أخرج الصدقات، أصوم، أقرأ القرآن، أحاول أن أشتري مغفرة الله بكل ما أملك. لكن السؤال الذي يطاردني: هل يغفر الله لي أم أن جريمتي أكبر من السماح؟ أنا لم أقتل ابنتي بيدي، لكني قتلتها بصمتي، بطمعي، بجبنتي. أنا من بعتها مرة تلو الأخرى، أنا من اخترت الفضة على روحها. اليوم أقص حكايتي ليس لأني أستحق الشفقة، بل لأني أريدكم أن تعرفوا أن الطمع ليس حلماً. الطمع هو انتحار بطيء لمن نحب. كل ليلة أنام وأنا أسأل: يا رب، هل بلغتني ابنتي؟ هل غفرت لي يا مريم؟ أكتب لكم وهذه دموعي تنهمر. لا أريد منكم دعوة فقط، أريد إجابة. هل هناك مغفرة بعد كل هذا؟ أخبروني، لأني لم أعد أعرف إن كان ربي يقبل توبة من خان الأمانة. أنا ناهد أم مريم؟ ولا أستحق الحياة، لكني أريد أن أعرف: هل أستحق المغفرة؟ هل ترون أن دموعي صادقة؟ هل للمغفرة مكان في قلب لا يتوقف عن البكاء؟ شاركوني آراءكم، فربما كلمة من أحدكم تفتح باباً موصداً في سماء هذه الأم المعذبة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لعل في قصتي عبرة لكل أم، لكل ابنة، لكل إنسان يظن أن المال يمكن أن يعوض الكرامة، لأن الكرامة حين تباع لا يعوضها شيء في الدنيا. هل تعتقدون أن التوبة ممكنة بعد خيانة الأمانة؟ شاركوني رأيكم في التعليقات.